ازيكم يا رجاله؟ منيل اخبار قطر احمد سامي اسيستنت. فيديو كده في اللذيذ، يعني مش عارف ليه جات لي الفكره دي، كنت هموت اعملها فقلت اعملها، مع ان انا اصلا مش من النوع الناس اللي هو يقول لك بقى بص يا صاحبي مقارنه بين المدرسين مش في الشغل ده. ممكن اعمل يعني فيديو عن مدرس ماشي، لكن انا اقعد اقارن بقى وكده، يعني الموضوع كله ليه علاقه بيك انت مستريح مع مين. كلهم كده كده في الاخر بيدرسوا نفس الماده، تمام؟ فايه، يلا بينا نشوف. وكلهم يعني عندهم اسيستنس وكلهم عندهم ملازم. ده غير يعني لو انت هتروح للناس اللي هم لسه بادية، مش الناس اللي هم بقالهم سنين ومشاهير وكده. فالمهم ايه، ده من وجهة نظري كده، شوية مدرسين كده انا كنت باخد معاهم. يعني مش فور فن، يعني مش عارف ايه المقدمة الطويلة دي، بس المهم يلا بينا نبدأ. نبدأ بيبقى انا قدامي ليست كده من الناس. طيب توقعوا بقى ايه، مدرسين عربي كتير ومدرسين انجليش كتير، تمام؟ مبدئيا كده نبدأ ب الطفل بيضحك ببص على المدرس كده. بس ما علينا، خلونا نبدأ. المهم هنمسك أول مدرس كده، مستر عبد المعز بتاع الألماني. نكمل الفيديو عادي مفيش أي حاجة. المهم يا جدعان، اس ده اللي هو أجمد حاجة، ايه تحتيه بي تحتيه، المهم ده أقل حاجة، تمام؟ المهم ايه نكمل الفيديو. مستر عمر الشربيني، يعني بص، مستر عمر الشربيني من اكتر الناس اللي انا اتعلمت منها في حياتي كلها، فاهم انت؟ يعني مستر عمر الشربيني لسه فيديوهاته معايا على اللاب، فيعني لا مستر عمر الشربيني استير جدا. يعني انا اقسم بالله، يعني كان عندي جمله كده بقولها لما بياخدش عمر الشربيني، يعني ما دخلش ثانويه عامه، فاهمني؟ لا عمر الشربيني ليفل تاني اصلا، يعني هو ما ينفعش يتقال عليه مدرس ثانويه عامه اصلا، لا هو ليفل الوحش، فاهمني؟ نخش على مستر محمد صلاح عربي. خد بالك هيبقى في مدرسين كتير قوي عربي، فبالتالي يعني لازم نركز هنحط مستر محمد صلاح فين، عشان هيتحط مدرسين عربي جنبه. فيا ترى بقى يبقوا فوقيه وتحتيه. فالمهم هو مستر محمد صلاح انا هحطه في ايه تير. ليه بقى؟ ليه مش اس؟ لان هو مش رضا الفاروق. خلاص نحط بقى رضا الفاروق في اس واشرح ليه، يعني عشان دي محتاجه شويه شرح بصراحه. رضا الفاروق او مستر رضا الفاروق، انا ما كنتش باخد معاه لان انا ما كنتش بفهم منه النحو، بس اي حاجه تانية فهو بصراحه توب التوب، يعني هو مفيش زيه يا اسطى، هو مدرس كده يعني. الخبره باينه، يعني مع ان في مدرسين تانيين خبرتهم كبيره جدا، بس تخش على رضا الفاروق لا الخبره باينه، فاهمني؟ بس النحو كان محمد صلاح بصراحه احسن، يعني من وجهه نظري واسلوب شرحه يعني. بس لان رضا الفاروق كان مش عارف، مش عايز اقول طريقته معقده، بس هو طريقته فاهم، يعني اكستريم ديتيلز كده ملهاش اي لازمه من وجهه نظري، يعني او هو ما خدنيش كده من واحده واحده. مش عارف ليه ما كانش بياخدني واحده واحده، لان انا ما كنتش متاسس كويس. المهم بقى ايه، لسه في مدرسين اتنين عربي، بس انا هخش على مستر ناصر البطل. ناصر او مستر ناصر البطل. ايه استير يا اسطى، يعني انا عملت عنه فيديو، فاهم؟ اكتر مستر متكامل، اكتر مستر متكامل. يعني اسيستنتس تلاقي، شرح تلاقي، مراجعات تلاقي، ما لازم تلاقي كل حاجة. بص اكتر مستر متكامل في ثانوية عامة دي كلها مستر ناصر البطل على طول من غير تفكير حتى. وبخصوص برضو الحاجات دي رضا عمر الشربيني كان بينزل لي كل ما لازم بي افات، يعني انا يعني حتى النظام بتاعه بتاع الموقع والملازم كان جميل جدا. رضا فاروق طبعا ملازمه تحفة. محمد صلاح الملازم بتاعته ما كنتش بعرف الاقيها اصلا. عبد المعز مش هتكلم، تمام؟ اقسم بالله ما هتكلم، بس ماشي ما علينا ما علينا. المهم ايه، عند بقى مستر حسام سامح، ولا مش فاكر اسمه بصراحه قوي. هو بصراحه استير ليه بقى؟ لان انا هحط محمد صلاح ايه تير، لان يعني حسام سامح الاتنين ايكوال في كل حاجه، كل حاجه ده كل ده يا جدعان من وجهه نظري، بس هما اتنين ايكوال في كل حاجه ما عدا الشرح. شرح محمد صلاح يعني زي ما بيقولوا كده all over the place، فاهم؟ لكن حسام سامح يعني على الهادي كده، فاهم؟ يعني بتفهم منه مش مهايبر كده. المهم ايه، نيجي بقى عند المستر ده، والله العظيم ما فاكر اسمه للاسف، يعني للاسف، بس المستر ده يعني كان انقاذ في حاجات كتير قوي بالنسبه لي. يعني زي ما انت شفتوا كده، انا خدت مع مدرسين عربي كتير، ده كان في النص كده يجي ينقذني. فانا هديله مم، ايه تير يعني، مع مع بتاع ده، مع محمد صلاح.
بس هو مشكلته بس ان هو، لا خلينا نحطه بيه، لان هو مشكلته ان انا لما دخلت اعمل بحث عليه دلوقتي لقيته بصعوبة. فانا مش عارف هل هو ما بقاش يعمل زي زمان ولا ايه النظام. يعني هو كشرح استاذي بصراحة، هو الحاجة الوحيدة الجامدة فيه شرحه. الحاجات التانية انا للاسف انا ما كنتش باخد معاه. يعني عشان كده مش قادر ادي رأيي، لان انا كنت باخد منه الحاجات اللي على اليوتيوب بس لما انا كنت بقع، ولا شفت ملازمه ولا شفت نظامه ولا شفت اي حاجة. احنا ممكن، لا بص احنا عشان ما في، خلينا ايه، عشان ما يبقاش في ظلم، خليه ايه، فول مارك ان فيزيكس. وهنيجي طبعا على ذا جوت بتاع الفيزياء دلوقتي هيجي. بس فول مارك ان فيزيكس ايه تير طبعا، يعني بصراحة فول مارك ان فيزيكس يعني من اكتر الناس الكرييتيف وحاجة، يعني لا يعني جامد قوي بصراحة، والمناسبة بتاعته كويسة برضو بتاع احمد سمير استير على طول، فاهم؟ احمد سمير، احمد سمير. مش محتاج اقول حاجة اصلا، انا مستغرب قوي ان المدرسين كلهم في ايه واس بس يا جدعان والله كنت انا بعرف انقي مدرسيني كويس والله. يعني احمد سمير مشكلته حاجه واحده بس، اقول لك على حاجه، ناخد احمد سمير نحطه في ايه، مع انه شرح، مفيش حد بيشرح فيزياء احسن من احمد سمير، انا بقول لك، انا بعرفها لك. ما- يعني اقول لك على حاجه، كل الناس اللي كانت بتاخد معايا، كل المدرسين التانيين مش عايز اقول اسامي، لما طلعوا من الامتحان قالوا اه لا المدرس ده. او مثلا لما كانوا بيشوفوا مستواي، ان انا كنت باخد مع احمد سمير، وكانوا بيشوفوا مستواي يقولوا لي لا انت مستوى تاني خالص، فاهمني؟ حتى وانت وهو بيشرح ده ابني، ده كان بيدينا اسئله اي جي، فاهمني؟ فهو ليفل تاني بصراحه يعني. بس هو مشكلته حاجه واحده بس، الاسيستنتس كانوا بيردوا بسرعه ولكن كان ليهم مواعيد، وكانوا اوقات كده مفيش كوميونيكيشن كويس قوي. ومشكله ان في حد في الكومنتات قال لي نفس المشكله، فما كانت تقريبا ما كانش انا لوحدي. وانا حاولت ان انا اوصل لحد تاني لحد ما وصلت لحد، وكان يا دوبك بقى يعني اسيستنتس في النص كده. نيجي بقى عند القيصر، وانا هيبقى دي صدمة، فاهم؟ بس انا هحطه في بي ولا سي. هو عمل غلطة قاتلة، مش عارف احطه في بي ولا سي بقى. ده على سنتي عمل غلطة بنت لذينة. احنا هنحطه في بي. بي لان هو هقول لك انا بعمل ايه بقى القيصر. هو في على سنتي، هو تقريبا السنة اللي فاتت ما كانش مشهور خالص يا جدعان. هي تلاقيكم كلكم فاكرين ان القيصر ده فاهم بقى الخبرة المتينة وقديم قوي. هو استاذ بصراحة، يعني هو في الشرح بيخلص يعني. يعني يا جدع انا ما شفتش كده والله، كان انقذني يجي مليون مرة. بس هو مشكلته حاجة بقى، ان هو السنة اللي فاتت كان بينزل كمية مراجعات غير طبيعية، ولكن ما كانش بيهتم بالجودة خالص. ويعني عمل فيا كذا حقوق، يعني مثلا اشتريت الملزمة بتاعته اللي فيها مليانة أسئلة، جاي احل الأسئلة مش عارف احل الأسئلة، طب اجي ابص على الفيديو بتاع حل الأسئلة كروتة، اجي اخش على المراجعة على ايه، قصص لي مراجعات قديمة. فاهم انت اللي هو كان all over the place برضه كده، فاهم؟ كان مبهدل شويه، فهو غلط غلطه معايا. اظن مش هيغلطها السنه ديت، وشايفه برضه عامل شغل كويس، مش بيسبام مراجعات يعني. بس المهم يا رجاله، دي كانت كده تير ليست فور فن 100%. 100%. ولسه جاي في دماغي دلوقتي فكره، لو عايزين نعمل تير ليست عن المواد ماشي، عايزين نعمل تير ليست كده عن اي حاجه، اكتبوها لي في الكومنتات ضروري جدا، عشان مش بعيد تلاقيني بكره بنزلك الفيديو دوت، لان كده كده كل يوم فيديو. بس يعني هو للاسف ان التير ليست ديت ما فيهاش اي صدمات، لان هم المدرسين كلهم اللي انا كنت بختارهم كانوا فاهم اون بوينت كده، ما كنتش بعك بصراحه. بس فلو تختلفوا معايا في الرأي قولوا لي في الكومنتات. المهم يا رجاله، سلام.